اليوم السبت أيضا مباراة حاسمة للمنتخب المغربي ضد البرتغالي، وهكذا تزينت مدينة القنيطرة في هذه الألوان الجميلة، هذه الألوان الزاهية، العلم المغربي وكل الأشكال التي تعبر عن فرحة. أثار لنفسه هذا السيد أيضا أن يختار هذا المدخل الأساسي كعربون لزبنائه من أجل أيضا متابعات خاصة لكل أشكال الأعلام المغربية. كل متابعين الكرام، الوان الاعلام المغربي هذا الصباح ترفرف في مدينه القنيطره. اكيد ان والجو ايضا مشمش بعد الجوله التي قمنا بها داخل القنيطره، احد المتاجر الذي يقدم كل اشكال الاعلام المغربيه في هذا اليوم الصباح هنا بقرب بلديه القنيطره. وبالفعل اللون الاحمر والاخضر ضارب هذا الصباح، امانينا ايضا لفوز المنتخب المغربي ضد نظيره البرتغالي، حتى تعم الفرحه وتعم هذه البالونات سماء مدينه القنيطره. القنيطره دائما تكون محتفله بشكل كبير بكل الوانها. لكم مني اجمل التحايا هنا من القنيطره. هي الاستعدادات جاريه على قدم وساق هنا بهذه المقهى الجميله، كما قلت تقريبا من كورنيش سابو بدأت التهيئ حسب الطلبات التي توجه عبر لقاءات، سواء عبر هذا تم الحجز بأسماء، وهكذا هي بالشكل تنظيمي أن توضع أرقام وأسماء الذين سيقومون بمتابعة خاصة لهذه المباراة. هنا وضعت شاشات كبرى أيضا من خلال المتابعة في هكذا أجواء خاصة. أيضا ضربت أعلام المنتخبات المشاركة جميعها هنا تزيينا لهذا الفضاء الجميل في هذا المقهى الجميل. استقبال الزبناء الذين سيتابعون هذه المباراة، تتم عملية الحج عن طريق هذه الآلة التي يتم استعمالها، ويوضع رقم خاص لكل الزبناء من أجل الحجز في هذه العملية. وأيضا سألناهم عن الأثمنة، هي عادية وفق هذا الفضاء الجميل هنا بهذه المقهى على مستوى لكورنيش سابو. كما قلت أجواء دائما تتميز بالراحة وبتوفير كل الفضاءات، وهناك شباب يقدم دائما استقبال خاص لضيوفه تعبيرا لهم على حسن الاستضافة، ويتم إعطاء توضيحات لكل العائلات التي تأتي. مختلف الأسر هنا تحضر من أجل متابعة خاصة لمختلف المباريات في هذا الفضاء. فير بلاس هي من المقاهي الخاصة، والآن يتم توضيح لكل الزملاء الصفوف التي تم الآن حجزها والتي بقي. الآن يحضر السيد بنيس للإشراف شخصيا على هذه العملية الخاصة لكل الزملاء. هو دائما يحاول ما أمكن توفير كل الوسائل وطرح أسئلة على المتتبعين. هذه إرادة صاحب هذا المقهى وهذا المشروع الهام في هذا الإطار. العائلة الحضور هنا في هذا المقهى في هذا الفضاء الجميل هي من الأستاذات الفاضلات أيضا مع أسرتها الكريمة، وهذا الاختيار ووازن أيضا حب وعشق للمنتخب المغربي في هذه المباراة الخاصة أمام منتخب البرتغال. حجاج صباح خير، اهلا وسهلا. شي دعيوه مع المنتخب ومع معهم كل صلاه، صلاه الفجر واي صلاه بحال وليداتنا. الله يحفظكم. اليوم النجاح ان شاء الله يا ربي. الله عليكم. هذا اهلا وسهلا. اتوحشناك، هذه شحال ما شفناك، تبارك الله يوسع. نهار سعيد اللي التقينا في هذه المناسبه اللي حنا راحنا فينا الفرحه وفينا الخلعه. اكيد زوجهم الحمد لله فينا وفرحانين وفخورين جدا، فخورين بالفرقه ديالنا وبالمدرب ديالنا السير كراكي. وان شاء الله وكنطلبوا من الله باش ان شاء الله الفوز ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله يا اكيد ربي. اكيد ان شاء الله الرحمن. وتكمل لنا هذه الفرحه ديالنا، وحنا كندعيو مع وليداتنا، راهم وليداتنا كاملين
الله يفرحنا بهم وان شاء الله الفوز. اكيد الفوز قادم ان شاء الله، والفرحه تعم ربوع المملكه المغربيه. شكرا لك استاذ. الله لكل متابعي الكرام، جوله عبر طاكسي القنيطره واجواء القنيطره هذا الصباح. هكذا استعدت القنيطره. صباح الخير. صباح الخير عايد الحاني، كنشكروك وتمنياتنا لك وفرحتنا لك من القلب الى القلب. طيب اليوم اجواء المنتخب المغربي كيفاش كتهز الناس وكيفاش الناس كيستقبلوا هذا اليوم هذا؟ بالحفاوه وبالازدهار وبالتمني وبالتفاؤل. وكنتمنى الاخوان هذا التفاؤل اللي كيتفائلوا به يكون لهم يكون عنده الصدى ان شاء الله. ان شاء الله اكيد. طيب هذه فرحة وأجواء القنيطرة. نحن الآن في جولة عبر أحد الإخوة والزملاء هو سائق طاكسي وأيضا من أبناء القنيطرة. حب وإخلاص للمنتخب المغربي وحب وإخلاص إلى القنيطرة. هذه هي فرحة القنيطرة. هذه الأجواء. راية المملكة المغربية ترفرف عالية في هذه الأجواء. اللون الأحمر يغلب على أيضا هذا السائق الذي اختار اليوم أن يرتدي اللباس الأحمر فرحة وتعبيرا في إطار المباراة التي تجمع في هذا المساء المنتخب المغربي ضد البرتغال. اكيد ان كل القنيطره والقنيطره دائما حطمت الارقام القياسيه في عدد الجماهير الحاضره. اهلا وسهلا. صباح الخير. السلام عليكم. كي داير اخي؟ لاباس عليك؟ هاد الزبناء ان شاء الله ندعو لهم بالتوفيق ويكون هذه بادره من هنا لقدام لمونديال الجداد. يكون المغرب من الدول اللي كتنافس بقوه وتربح علاش لا وتدي كاع المونديال. نكونوا متفائلين ان شاء الله. تكون ان شاء الله الكاس. اذا تستمر رحلتنا. نخترق الان شارع محمد الخامس ونمر عبر الازقه والشوارع لننقل لكم ارتسامات كل المواطنين. كان معكم ابو انس عبر قناتنا الصوت المغربي. وعليكم بعد نهايه المباراه هنا من القنيطره. اجواء قنيطريه جميله لكل المتابعين الكرام. رايه المملكه المغربيه ترفرف عاليا وبدات الفرحه والهستيريا في الجماهير القنيطريه. ما شاء الله ما شاء الله بالفعل. والسبعة وسط الجماهير تعيش هذه اللحظات الجميلة والإيقاعات على كل الأسر المغربية صغيرة وكبيرة. هكذا تتحدث لغة الكرة، تتحدث لغة الأرقام. بدأت الجماهير تسير في هذه اللحظات على مدينة القنيطرة. وأيضا بالفعل السلطات المحلية والأمنية الآن تقوم بالجانب التنظيمي للجماهير التي تفد هنا على مستوى الملعب البلدي بالقنيطرة. إذا رجال الأمن بكل والقوات المساعدة أيضا يقومون بعملية تنظيمية على مستوى الشارع المؤدي إلى الملعب البلدي بالقنيطرة في انسيابه حتى لا تتمكن شارع محمد الخامس من أن يمتلئ على آخره. هكذا بدأت كل الأجواء التي تساعد على الجانب التنظيمي. بدأت تتقاطر الجماهير القنيطرية لتصل إلى وسط المدينة، ولكن أيضا هنا رجال الأمن في هذه الصورة الجميلة. تحية خاصة إلى كل الجماهير التي بدأت تتقاطر في هذه اللحظات على مدينة القنيطرة، وأيضا كل الترتيبات الأساسية التي تشكل اليوم أيضا محطة أساسية للجماهير التي بدأت تحضر فرحة بشكل كبير. وهكذا مسيرة بدأت تنطلق بكل شكل كبير، لكن أيضا أبت رجال الأمن إلا أن يؤدوا واجبهم الأمني من أجل أيضا تنظيم المرور بشكل انسيابي في هذه الصورة التي أيضا تشكل بالنسبة لرجال الأمن والقوات المساعدة جانبا تنظيميا محكما حتى لا تستطيع أن تمتلئ المدينة. وفرت كل وسائل اللوجستيكية على مستوى السيارات للقوات المساعدة ولرجال الأمن بأن يؤدوا هذه الرسالة وهذه الأمانة بكل صدق وتحري. لاحظوا معي بدأت الآن القوافل تصل اتباعا في هذه اللحظات، ولكن هنا ضرب طوق أمني حتى تتمكن المدينة أن تمتلئ عن آخرها. إذا تحية لكل رجال الأمن القوات المساعدة والعاملين من أجل. وأتواجد هنا بالذات قرب الملعب المنتخب المغربي.
عفوا الملعب البلدي الذي يشكل ايضا رافقا خاصا في هذه الصور. ساحط الرحال في هذه اللحظات الى الساحه. بدات ايضا تخرج الجماهير وهي فرحه بهذا الفوز البين والدور الذي تلعبه ايضا كل الجهات المسؤوله من اجل الجانب التنظيمي.